الرحمن شاعر من أسيوط. للأسف الشديد أنه آخر دار سينما في محافظة أسيوط بدأ الهدم فيها، اللي هي السينما الرينيسانس. السينما الرينيسانس دي اللي هي بدأت في أوائل التسعينيات، دي كانت على أنقاض سينما أسيوط الشتوي، اللي هذه الدار اللي اتبنت سنة 1935. والسينما دار أسيوط الشتوي اللي هي اتبنت سنة 35 بنيت على أنقاض سينما أقدم. المعلومة دي محدش يعرفها حتى كبار السينمائيين في مصر، إنه هذه السينما اللي نشأت في أسيوط دار أسيوط، دار سينما أسيوط الشتوي القديمة، كانت بدايتها سنة 1908. 1908 كانت دار سينما أسيوط الشتوي القديمة. كل مركز من مراكز محافظة أسيوط كان فيها سينما. كان في أيضا وما تزال هذه الصالة موجودة في معهد فؤاد الأول، اللي هو معهد الثانوي الأزهري في حي الحمراء بأسيوط، في صالة سينما. المعهد ده انتهى بناؤه سنة 1934، وبدأت الدراسة أيضا سنة 34، وافتتحوا الملك فاروق سنة 39. للأسف الشديد أن تنتهي كل هذه دور السينما اللي كانت موجودة في مراكز أسيوط، واللي كانت موجودة أيضا في مدينة أسيوط، زي سينما خشبة اللي اتهدت واتبنت أبراج، سينما أدولف سنة اللي هي أول سينما اتهدت، كانت ملحق لسينما أسيوط الشتوي. سينما قصر الثقافة يمكن هي السينما اللي لو اهتمت وزارة الثقافة يمكن أنها تكون البديل لعدم وجود دور سينما في أسيوط. لكن سينما أسيوط محتاجة، سينما قصر ثقافة أسيوط محتاجة إلى ماكينة عرض، سواء السينما الشتوي أو السينما الصيفي. بدون وجود ماكينة عرض لسينما قصر ثقافة أسيوط الشتوي أو قصر ثقافة أو سينما الصيفي، يبقى لا توجد سينما في محافظة أسيوط. السينما مش مجرد دار، يعني مش مجرد دار له، لا، ده كانت أداة عبر سنوات طويلة جدا من الزمن، عبر عقود من الزمن، أداة توعية وأداة تثقيف، وكان لها دور في تغيير الكثير من العادات والتقاليد اللي البالية الرثة. كان لها دور في تقليب الوعي في هذه المنطقة من صعيد مصر. ونحن ما أحوجنا إلى استعادة هذه الأداة التثقيفية التوعوية في هذه المنطقة اللي هي بتعاني من الكثير من ظواهر التخلف، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب.